أنت عصبي، صوتك عالي، على أتفه الأسباب تثور أعصابك، تسب، تشتم، دواك يمي، ابقى وياي واسمع هذه القصة. بيوم من الأيام أكو شاب أعصابه كلش فالتة، هو على أتفه سبب تثور أعصابه، يسب، يشتم، يجرح المقابل. أبوه رجال خير وحكيم، دز على ابنه قال له بابا أنت مرتاح لوضعك هذا؟ قال له أكذب عليك إذا أقول لك مرتاح، بس ما بيدي، أعصابي ما أقدر أضبطها. قال له هذا كيس بسامير تخليه يمك، ودا شوف ذاك سياج الحديقة اللي عندنا، قال له هذا السياج انت تحبه اكثر من عندي من قد ما مهتم بيه. قال له كل ما تشوف موجة غضب انتابتك تدق لك بسمار بهذا السياج. قال له خوش وهذا الحل؟ قال له هذا الحل. هذا همينه بلش باول يوم دق له 37 بسمار، واستمر يوم يومين ثلاثة أربعة، الأسبوع الأول خلص، بدأ أعداد البسامير يقل، إلى أن إجا يوم من الأيام ما دق ولا بسمار. راح الوالدة فرحان، قال له أنا تشافيت، أنا تعالجت، بعد ما تجيني أي موجة غضب، قمت أقدر أتحكم بأعصابي وأصبر. قال له الحمد لله والشكر. فرح الأب، قال له بس ما انتهت رحلتك وياي، شنو هسه المطلوب من عندي؟ قال له كل يوم يمر عليك وما تنتابك موجة غضب تروح تشلع بسمار من البسامير اللي دقيتها بهذا الحائط. هذا همينه طاع أبوه وقام كل يوم ما تجي موجة غضب يروح يشلع له بسمار، واستمر الحال أسابيع، إلى أن شلع كل بسامير اللي دقها بسياج الحديقة. وراح الأبو فرحان، قال له اليوم كملت المهمة وشلعت كل البسامير. قال له لا، هم ما انتهت مشكلتك، تعال وياي. أخذه من إيده وراح، قال له تتذكر هذا سياج الحديقة ايش قد كان حلو، ايش قد تعبانين عليه؟ قال له إيه. قال له دا شوف عصبيتك ايش سوت بالسياج، ما بقت بيه مكان، ما مثقب. قال له صحيح. قال له هي هاي الكلمات اللي كنت تطلقها بحالة غضبك على الناس اللي تغضب عليهم راح تبقى آثارها بقلوبهم وما تنمحي. الأسلم شنو؟ الأسلم أنه تراعي ألفاظك وتتحكم بعصبيتك وما تجرح أي إنسان، وتعيشون وتسلمون.